تحية لك خالد، يعطيك العافية، ونرحب بكم مشاهدينا ومتابعين قنوات الكأس الرياضية. ملحمة جماهيرية ومباراة قوية وفوز عريض للمنتخب العراقي على المنتخب اليمني ب5 أهداف مقابل لا شيء. معنا اللاعب ناصر محمدو من منتخب اليمن. في البداية نقول لكم هارد لك. للأسف في 3 مباريات لم يستطع المنتخب اليمني تحقيق الفوز أو حتى التعادل، لكن استطاع أن يكسب احترام الجميع حتى وإن كانت النتيجة ثقيلة اليوم. لكن في النهاية شفنا منتخب اليمن قدم كرة جميلة خلال المباريات الثلاث السابقة، فنقول لكم هارد لك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم اعتذارنا للشعب اليمني ولجمهورنا. كلنا ما كنا متوقعين هذا الشيء، بس لا نكذب على أنفسنا، هذا واقعنا وهذا حالنا. خلينا نخرج عن نص الرياضة شوية. مسؤوليننا، حكامنا، يعني العالم تعطف علينا. أنتم متى تعطفوا علينا؟ متى تشوفوا وضعنا؟ يعني متى نرجع؟ متى نحس عندنا دوري، لاعبين محترفين بأماكن بدول الخليج وبغيرها؟ يعني والله تعبنا من هذا الحال. واصل واحنا نقدم الاعتذار، صحيح نقدم الاعتذار، هذا حالنا. لاعبين لأول مرة يلعبوا بطولة، احنا ما جينا للمنافسة، ليش نكذب على انفسنا؟ احنا جينا لاعداد لاعبين شباب الأول مرة، لاعبين ما لاعبين دوري. لهذا نقدم اعتذارنا لجمهورنا. حاولنا نسعدكم، حاولنا نقدم شيء ولو بسيط لاسعادكم، بس الحمد لله هذا واقعنا وهذا حالنا. انا ايش قلت لك في سؤالي؟ قلت لك انتم قدمتوا كرة قدم جميلة وحلوة، وانا اعتقد ان نقدر نعتبر هالبطولة انطلاقة، وحتى لو ما نافستوا على البطولة لكن في النهاية نقدر نشوفها انطلاقة للايام الجميلة اللي جاية. فتفائلوا بالخير تجدوه، وارفع راسك وانت عارف انك قدمت الكثير في هذه البطولة. ان شاء الله احنا متفائلين، وان شاء الله حالنا يتحسن، وشكرا لتعاطفكم معنا، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. احنا واحد في النهايه وهارد لك وامتعتونا، وللاسف بنشوفكم برا البطوله، لكن ان شاء الله القادم دائما يكون افضل. ناصر الله يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. اشوف ابتسامتك. الله يحفظك. بس خلاص حبيبي، يعطيك العافيه، الله يحفظك. مثل ما تابعنا ناصر وحديثه عن المنتخب اليمني في عده امور، لكن بصراحه المباراه الاولى والثانيه المنتخب اليمني قدم الكثير. المباراه الثالثه يمكن امام المنتخب ناصر محمدو اللاعب اليمني تصريح يعتذر من الجماهير اليمنية على المستوى والأداء والنتائج، وتكلم على الاتحاد. أنا برأيي مش اللاعب يعتذر، الاتحاد يصير جريء، يتحمل مسؤولية. من يقود الرياضة هو اللي لازم يعتذر للشعب اليمني، مو اللاعب. لاعب أدى كل ما عليه، حماس، اندفاع، مهارة بالوضع اللي يعيشه المنتخب اليمني، بالوقت اللي عاشه المنتخب اليمني مع المدرب، مع الأجواء، مع التواجد، ظهر بمستوى رائع. اللي يعتذر مو اللاعب، اللي يعتذر اتحاد، وزارة، من يقود الرياضة هو اللي عليه اللي يطلع، هو اللي عليه يوفر دوري، يوفر مستلزمات رياضية، يوفر معسكرات، يوفر مباريات، يوفر كل شيء. ما اتكلم فقط على كرة القدم، ممكن كرة القدم هي اللعبة الأولى، لكنه اتكلم على الرياضة. بس هاي رسالة توصلها. أنا شفت يتكلم بحصرة وبحرقة يعني كبيرة، لكنه كابتن نشأت هي رسالة كانت، يعني العين بصيرة والإمكانيات قصيرة. يعني فعلا هو يتكلم أنه كان يبغي يفعل شيء، ولكن لا يملك الأدوات، لا يملك الإمكانيات، الإعداد، الأمور اللي هي تفيدهم أن على أساس يفرحون الجماهير، يفرحون الشعب اليمني. فلذلك هو مثل العتب ورسالة للاتحاد مثل كلامك يعني، ولكن يقول لك ما هاي إمكانياتنا، ودنا ولكن ما يملكون. يعني أنا أتعجب لاعبين ومجموعة عندها حرص وعندها الإمكانيات وعندها الرغبة. شوف احنا في منتخبات نشكل علينا انه ما عندها الرغبه، ما في رده فعل. صحيح. يخسر ما تكون عنده رده فعل، لا صحيح. اثناء المباراه ولا بعد المباراه. صحيح. حتى في لاعبين حتى بعد المباريات يلتهي بالسناب وبالانستغرام وبحياته، لا مبالاه. صحيح. تجي تمتلك لاعبين، نوعيه لاعبين عندها حرقه وعندها حرص صحيح. وتريد تقدم وعندها رغبه. الرغبه هي اهم شيء. الرغبه لاعب يريد يقدم شيء لبلده وانت ما توفر له، اسمح لي. يعني انت